السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزاع، فيديو جديد من قناتكم قناة رزاع فيلم. النهاردة جينا فيديو قوي جدا جدا جدا، إن فيه مكافآت وفيه أحداث وفيه حاجات كتيرة جدا. نزل في لعبة النهاردة الخميس، وحاجات حرفيا مميزة جدا. نزل في لعبة منهم 6000 جوهرة تقدر تاخدها، ونسخ ماسكرانو كمان. لعيبه مميزه كتيره جدا، وحاجات 101 و99 وكريستيانو مجانا، وكل الحاجات دي عايز اعرفها في الفيديو النهارده. ولكن قبل ما نبدا اتمنى منك تصلي على افضل خلق الله سيدنا محمد، وتنزل تذكر الله تحت في التعليقات، وتدعمنا وتضغط على زر اللايك، وتنضم لعائلتنا عائله الرزاع، وتشترك هنا في القناه، وتروح تتابعنا على صفحتنا في الفيسبوك. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. والله بينا على فيفا. وادي هنا يا رزاع دخلنا على لعبه اف سمول، وفي بقى شويه حاجات هنبدا نشرحها مبدئيا كده في المقايضات. لو انت كان معاك نقط من حدث الوقت الإضافي اللي هو اللي فات، فاللعبة للأسف نهت الحدث ده ونزلت نقاط جديدة. تخيل أنا كان معايا 27,000 نقطة وراحوا كده. يعني أنا كنت هفتح باكج الوقت الإضافي اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. النهاردة، ولكن للأسف اللعبة قررت تلغي وتنزل نقاط جديدة، معرفش ليه الصراحة. وطبعا اللعبة بدأت تنزل يعني شالت الأحداث، ونزلت طبعا نسختين ماسكرانو، وجدد عادي الباكجات عادي جدا. وطبعا باكجات الوقت الاضافي لسه ما نزلتش. اللعبه قالت هتعلن عليها كمان شويه، لسه ما نزلتش. ممكن على الساعه 7 الصبح او الساعه 8 الصبح هتكون نزلت في اللعبه. اتوقع الباكجات هتكون غير، يعني ممكن باكجات تكون من 101 ل 105 والكلام ده كله يعني. بس الباكجات هتكون غالية، يعني ممكن باكج ممكن يوصل ل50,000 نقطة. لسه هنشوف الموضوع ده، وهنشوف اللعبة هتعمل ايه، ولكن 100% الأسعار هترفع. وطبعا في حدث البلندور فتح لك برضو جزء من المسار. طبعا هو المسار انت عندك كل 3 ايام هيفتح لك حتة منه. يعني انت هوريك دلوقتي، شايف؟ يعني انت بص هنا في اول 3 ايام اللي هو من يوم التلات ليوم الخميس فتح لنا الحتة دي. النهاردة فتح لنا برضو الحتة دي كلها لغاية الهدية دي. وبرضو هنا بعد 3 ايام يوم الحد تقريبا او يوم السبت هيفتح لنا برضو الحتة دي كلها. وبرضه لغاية يعني هنبدأ كل شوية يفتح لنا حتة كده لغاية ما نوصل في النهاية إننا يا إما نحصل بوشكاش يا إما نحصل كرويف. هتحصل واحد فيهم مش الاتنين. أنت تيجي هنا ويقولك تفتح دي ولا تفتح دي. لو فتحت دي يبقى خلاص كده انسى يوهان كرويف، مستحيل تاخده. ولو فتحت دي انسى بوشكاش، مستحيل تاخده. فأنت شوف، لو مستحيل حد فيكم تقريبا هيكون عايز حد في التشكيلة. ولكن يوهان كرويف الصراحة نسخة حلوة، ممكن تاخده وتحطه مثلا دكة ولا حاجة. برضه النسخة بتاعته كويس. وطبعا من اهم الحاجات اللي حصلت معانا النهارده، وهي في مركز كرة القدم، نزلت حاجات كتيرة جدا جدا جدا. منهم ان انت تقدر تاخد لاعب 101 مجاني. تقول لي لاعب 101 ازاي مجاني؟ هقول لك دلوقتي. طبعا ان انت تحط لعيبه كانها مقايضه، فالمقايضات شبه مجانيه في اللعبه. فانت عندك هنا تروح على قسم ما الجديد. عندك هنا في الماتش بتاع روما ونابولي عندك 2 مجانيين. لو خدت بتاع روما وروما كسب هيزيد نقطتين. يعني مثلا خلينا دلوقتي في لوكاكو 99. لو نابولي كسب مثلا 1-0، لوكاكو ده هيبقى 101. ومثلا انت عندك في روما سي بي مانشيني 99. لو روما كسب مانشيني هيبقى كمان 101. ولو الاتنين اتعادلوا الاتنين هيكونوا اوفر 100. شوف لو انت ناقصك مهاجم مثلا او مدافع، الاتنين هيكونوا يعني حاول تستثمر فيهم. واحد فيهم هيكون 101، يعني ممكن تكسب فيه. اما بقى في حاجه مهمه جدا في البوتوم، طبعا نزل اللعيبه بتاعه الشهر الجديد. 4 مهاجمين ولاعب ال دبليو. طبعا انت يعني هم مش اوفرات 104 والكلام ده كله. يعني كل واحد فيهم زايد اوفرين، يعني ده 101 اصلا اللي هو كريس وود. هو زائد نقطتين اللي هو اصلا 101. وعندك كمان ليفاندوسكي 102. عندك هاري كين 102. عندك كريتيجي ده، ننزل كده، عندك ريتيجي ده 101. وعندك الواد ال دبليو ده كمان 100. فانت ودلوقتي هم سهلوها، يعني انت عندك اقوى واحد مثلا هاري كين لا سهلوها، يعني تحط لاعب 101، 3 لعيبة 100. الأول كنت تحط تقريبا 8 لعيبة 100 و2 لعيبة 101. ففاكرها يعني كانت المقايضات غالية جدا. دلوقتي نزلوها، فانت ممكن برضو سهل جدا ان انت تعملها. وانا الصراحة اقدر اعملها. ممكن او مش ممكن الصراحه. انا عندي اصلا لو طاروا بتاع ده، موراتا 105، فمش هجيبه الصراحه.
ممكن نستنى برضو للشهر الجديد. وطبعا حاجة مميزة جدا في حدث التوتو، نزل اللعيبة الجديدة وأبرزهم كريستيانو رونالدو. عندك كريستيانو رونالدو وكمان إيرلينج هالاند، هما الاتنين المهمين نزلوا 99. لو عايز مهاجم أنصحك طبعا بكريستيانو، لأن نفس السعر والطاقات قريبة جدا من بعض، ولكن كريستيانو 5 حركة مهارة و4 قدم ضعيفة، أما هالاند 3 قدم ضعيفة و3 حركة مهارة، فدي حاجة سيئة في المهاجم. فأنت كريستيانو ممتاز جدا ونسخة حلوة. ممكن لو اتبقى معايا نقط أشتري أو أنا كده كده مش هشتري حد، فممكن أشتري برضو كريستيانو. وطبعا برضه مكافأة مميزة جدا من اللعبة، واللعبة الصراحة بقت يعني مميزة جدا في نمط التحدي، وهي إن جددت برضه تحدي الفريق. التحدي ده يعني كل يومين تقريبا بينزل، تقدر برضه تاخد المكافآت بتاعته 3500 جوهرة ونسخة ماسكرانو ب3 مليون كوينز، والماتشات سهلة جدا. فالصراحة حاجة برضه ممتازة جدا من اللعبة، وأنا بالنسبة لي دي أحسن من الباكج اللي بينزل يوم السبت والباكج اللي بينزل يوم الأحد. ف3500 جوهرة، ممكن ال3000 جوهرة دول ممكن يطلعوا لك لاعب 104 105 زي ما حصل معايا رسميا. هوريك دلوقتي. جيت الصبح والله، يعني انا جيت ببص على الوقت الاضافي لقيت ان هم جددوه والنقط راحت وكده، اتضايقت وقمت فتحت باكج 3000 جوهرة. ايه اللي يطلع لي؟ واللي طلع لي رسميا فيرجيل فان دايك. والله يعني انا كنت متعصب اول رحت فتحت لقيت فيرجيل فان دايك قدامي. والصراحة قوي جدا جدا، لسه ما لعبتش بيه ولكن طاقاته ممتازة. واطوره طبعا للاحمر حرفيا التشكيله بقت بسببه 7 مليار، الاول كان تقريبا 2 مليار ونص ولا حاجه. ففيرجيل فان دايك نور التشكيله كلها. وطبعا برضو هنا ما تنساش حاجه مهمه جدا، في 2500 جوهره عندك هنا مجانيه. فانت عندك 3500 جوهره يعني و2500 هنا، يعني انت عندك 6000 جوهره. ما تنساش انك تستلمهم. بس وبكده رزقنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك تكون صليت على النبي، ذكرت الله ودعبتني ودست على زر اللايك وانضميت لقناتنا، نهايه الرزاق واشتركت في القناه. وجود باي.